والزيتون هذا هو وقته. حضرت معكم بواحد جوج ديال التشرميلات ومذاقات رائعه. فإلا بغيتوا تعرفوا شنو هما الاسرار ديال هاد الشرموله فاجيو تدخلوا تشوفوا معايا الطريقه والمقادير. اذا على بركه الله هنا عندي واحد المقدار ديال الزيتون. انا شريته كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا واحد الكميه قليله بغيت نشاركها معكم. بطبيعه الحال هو مسوس ما فيهش الملحه. غسلته مزيان مرحته. بالنسبه للطريقه كيفاش كيبقى حتى كيولي لنا هكذا حلو كيتحيد منه المروره فكلشي تيعرف بان تنديروه في الماء واحد المده طويله وتنبدلوا عليه الماء كل 24 ساعه. بالنسبه كما قلت لكم هنا المقادير اللي غادي نضيفها لهذا الزيتون. كنضيف هنا واحد شويه ديال الفلفله الصفراء كيف ما شفتوها معايا وكذلك الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء. فهادو كيعطيوه واحد المذاق زوين وتيعطيو واحد الشكل فيهم ومنظر زوين بزاف. وكذلك تندير شويه المعدنوس والقزبور مخلطين وتنقطع واحد طريف هكا نص ديال الحامض المصير. بالنسبه هنا للملحه على حسب القياس اللي نتوما دايرين. انا ما غاديش ندير ملحه بزاف. وكذلك غندير معلقه ديال الكمون وكذلك كاس ديال الحامض. وخلاص بالنسبه للحار انا ما غاديش ندير الحار د الهريسه غادي نديرهم هكا مزيودات. كاين اللي ما تيبغيش يدير الحار صافي. وبالنسبه للثومه عندي واحد جوج دروس ديال الثومه. فصدقوني هذا الخليط هذا كيجي رائع بزاف بالنسبه لهذا الزيتون وتيجي يعني كانك خديتيه في المحلات الكبرى. اذا هانتوما كتشوفوا هذا هو الزيتون اللي حضرت معكم. تيجي هذا المنظر ديالو مزيون بزاف والمذاق غزال بزاف. بالنسبه للزيتون الاسود اللي كتشوفوا عندي حتى هو عندي واحد المقدار معين. هنا غادي نتبلو ان شاء الله بالاعشاب المنسمه. عندي شويه ديال الازير ولا اكليل الجبل تناخذو كيف ما كتشوفوا معايا. انا خديته هكا يابس وكنحاول نفرطتو شويه في الزيتون. وكذلك عندي السلميه او المريميه فتا هي كتعطيه واحد المذاق زوين وصحيه بزاف. وعندي شويه ديال الزعتر يعني الكميه اللي بغيتو تضيفوها على حسب المقدار اللي عندكم ديال الزيتون. فهاد الزيتون الاسود كيجي بهاد المنكهات وهاد يعني هاد المنسمات ديال الاعشاب كيجي غزال بزاف ولذيذ. وكذلك تيجي صحي. كندير معلقه ديال الكمون شويه ديال الملحه. وهنا عندي واحد جوج دروس ديال الثومه. وكذلك كندير واحد شويه ديال المعدنوس. وكذلك تنضيف شويه ديال زيت الزيتون باش كيجي هكا منسم بداك زيت الزيتون تيعطيه واحد المذاق روعه. فنتمنى انكم فعلا تجربوا هاد الافكار هادو اللي عطيتكم وهاد الشرميلات لهاد الزيتون الخضر والزيتون الاسود. وهانتوما كتشوفوا معايا النتيجه كيفاش كيجي الشكل ديالو تيجي زويون بزاف والمذاق تيجي رائع وكيجي صحي وشي حاجه اللي درتوها هكا في الدار وعرفتوا شنو درتو فيها. وبالصحه والراحه والى فيديو مقبل بحول الله.